لقيتها بتقولي بصوت مكسور: أنا ما بقتش مستنية منهم هدايا، أنا كل اللي مستنياه مجرد مكالمة تليفون. من فترة كنت قاعدة مع ست مش صغيرة قوي في السن، ولقيتها بتتكلم معايا وعينيها كلها دموع. بتقولي أنا ولادي كبروا واتجوزوا وخلفوا وكنت مبسوطة لهم قوي على طول، والله يا ندى بتمنى لهم السعادة وبفرح لهم من قلبي ونفسي إن هم يعيشوا حياة مستقرة، بس ما كنتش هعرف ان سعادتهم دي هتخليني اعيش وحيدة، هتخليني موجوعة، احس ان انا قعدت اربي في عيال وفجأة اترموا في البحر وكأنهم مش موجودين. سكتت شوية وقالت لي: دلوقتي لما حد بيجيلي بس عشان خاطر يرميلي العيال، يقول احنا عايزين نخرج شوية، احنا عايزين نرتاح، ده احنا جايين نشوفك يا ماما يا حبيبتنا، ويقعدوا طول اليوم يتفرجوا على التلفزيون ولا مركزين مع عيالهم، وكل ما ابنهم ولا بنتهم يطلبوا حاجة: شوف تيتا، شوف جدتك، روح روح دلوقتي ابعد عني. بيقولوا لي: معلش يا ماما، اصل احنا عايزين نرتاح، انت عارفة ضغط المسؤوليات والشغل وطول النهار بنجري حوالين نفسنا. وانا ابص لهم قوي واضحك ولا كأني في اي حاجة، ولهم ربنا يخليكوا ليا، المهم احسكوا في الدنيا. بس من جوايا ببقى موجوعة قوي، ببقى موجوعة وجع مش قادرة اوصفه، وخايفة اقول لهم ان انا موجوعة لا يزعلوا وما يجوش تاني، يبقى حتى مجرد مجيهم ولا قعدة ولادهم عندي اخسرها وما تبقاش موجودة. وبوجع قالت لي: انا كل اللي محتاجاه من الدنيا ان ابني يرفع عليا سماعة التليفون ويقول لي: يا ماما انتي محتاجة حاجة، انتي تعبانة، في حاجة وجعاكي، او بنت تطبطب عليا وتبقى حنينة وتتصل بيا او تجيلي من غير ما تبقى عايزة مني اي سبب او اي حاجة، او مجرد ان هي تيجي تاخد اجازة عندي في البيت. الست وهي بتحكي لي كانت بتحاول تبان قوية، مش عايزة تحس ان ولادها هم اللي كسروها. تخيل ان اقرب حد ليك هو اللي يكسرك. فكانت بتحاول تبان قوية برغم ان عينيها قالت كل حاجة، لحد ما قالت الجملة اللي كسرتني بجد. قالت لي: انا كنت بربيهم وبشيلهم وانا فاكره ان هيجي في يوم من الايام وهم يشيلوني، لقيت نفسي لسه بشيل وبشيلهم وبشيل عيالهم، مفيش اي حاجه اتردت لي ولا كاني ربيت وتعبت. الحياه فعلا بتاخدنا، والدنيا ضغط وتوتر وشغل وجري، بس ما ينفعش ان هي تاخدنا من اللي ربونا. اهلنا مش حق مكتسب، دول اللي سهروا تعبوا ربوا وشالوا. ما ينفعش دلوقتي نقول لهم كملوا زي ما انتوا، كملوا وشيلوا وكملوا وتعبوا، ما خلاص انتوا طول عمركم بتتعبوا وطول عمركم بتسهروا وطول عمركم بتشيلوا، ليه جايين تعترضوا دلوقتي؟ خد بالك انه احنا بنوصل لمرحلة المفروض نبدل الادوار، المفروض احنا اللي نسهر ونتعب ونشيل، كأنهم هم ولادنا، كأنهم هم أطفالنا، مش نقول لهم خلاص ده دوركم كملوا زي ما انتوا. الوقت اللي انت شايفه ضغط ومسؤولية هو الوقت اللي هما بيحسوا فيه بوحدة وغياب وكسرة نفس ووجع. زور، اتصل، احضن، الحق اعمل ده قبل ما يجي الوقت اللي يبقى الرقم بتاعهم مجرد رقم على الموبايل ما ينفعش تتصل بيه، او تبقى هتموت وتزورهم بس مش هتعرف تزورهم غير في مكان واحد. انت هتتوجع قوي لو جه في بالك دلوقتي. الحق قبل ما يفوت الأوان.